رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، دايما تكونوا سعداء ومبسوطين. النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفة من وصفات السعادة، حاجة حلوة جدا، من اسهل الحلويات اللي ممكن تجربوها ومن ابسطها ومن احلاها الجلاش المحشي بقى اي نوع من انواع المكسرات. اهم حاجه ان احنا نعمل الوصفه بتاعتنا النهارده هنعرف فيها كم تركايه كده تخلي ازاي الجلاش بتاعنا يفضل مقرمش لاخر واحده، ازاي يدينا اللون الذهبي الحلو ده. تعالوا بينا نسمي الله ونشوف الحشوه بتاعتنا عباره عن ايه. اول حاجه كده انا فرمت اي نوع مكسرات عندك، انا هنا مستخدمه السوداني، طعمه حلو جدا وسعره متوفر وبيليق على كل حاجه. بعد كده ضفت عليه معلقه من الفانيليا، وطبعا انا هنا السوداني بتاعي كان بقى معايا كنت عاملاه من حلويات فكان فيه سكر. انت لو ما عندكيش سكر تقدري تضيفي له معلقه من السكر وتضيفي له بقى اي منكه انت عايزاه. انا ضفت له هنا القرفه، معلقه كبيره من القرفه ومعلقه من الفانيليا وقلبتهم مع بعض. تعالوا بقى وجهزنا مع بعض السمنه اللي انا استخدمتها، انا مستخدمه زبده ومستخدمه سمنه، الاتنين ميكس على بعض. سيحتهم على النار وبقت جاهزه معايا. نبتدي بقى للجلاش بتاعنا. ببتدي اخد الجلاش كده، طبعا لو كان عندك في الفريزر بتطلعيه على الرخامه عندك يفك الاول، وبعد كده بتغطيه بورق بفوطه يعني يكون منديه علشان يفضل طري معاكي. انا هنا كان الجلاش بتاعي صابح لسه كنت شاريه يعني، فكان طازه وزي الفل معايا فاستخدمته على طول. ببتدي بقى زي ما انتم شايفين كده طريقه التشكيل ولا اسهل من كده. باخد اول ورقه زي ما انتم شايفين بتنيها كده علشان اعمل يعني قاعده كده للحشوه بتاعتي ما تتقطعش معايا، وكانت اول ورقه. ودي انا قلت لا خلينا بقى في يعني ايه، هنعمل طريقه تانية مع بعض كانت بالنسبه لي احسن. الاول الصاج اللي احنا نستخدمه كده دهنته من نفس نوع السمنه اللي احنا بنستخدمينها وديته مسحه كده، وهنحط ايه الرول بتاع الحشوه بتاعتنا. انا بقى حطيت ورقتين مع بعض لان حسيت ان ورقه واحده ضعيفه وهتبقى رقيقه قوي ومش هتبقى ليها طبقات كده من القرمشه. خدت طبقتين حطيتهم على بعض، ما حطيتش ما بينهم سمنه قوي، ما حبيتش ان انا ازود يعني الدهون قوي، وبحيث انها تطلع معايا مقرمشه. الطبقات يعني ما فيش طبقات كتير فهتطلع معايا هشه جدا. خدت كده مسحه من الزبده او السمنه او اي حاجه انت بتستخدميها، وابتدينا نحط الحشو على الاطراف كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وبنبتدي ان احنا نلفها كويس قوي، وبتبقى كده جاهزه معانا. تشكيلها ولا اسهل ولا احسن ولا اسرع من كده، تقدري تعملي كميه كبيره جدا بنفس الطريقه كده، من الحاجات السهله الحلوه جدا، كمان سريعه التحضير قوي يعني ما بتاخدش معانا وقت. طبعا بنبقى محضرين، اهم حاجه ان احنا بنبقى محضرين السيرب. انا كنت عامله السيرب مش عاملاه معاكم في الفيديو. تحضير السيرب بتاعنا او الشربات بيكون عباره عن كوبايه ونص من السكر عليها كوبايه من الميه، بنحطهم على النار، ما بنجيش ناحيتهم بالمعلقه خالص لحد ما يبتدي يغلي معايا. بعد ما بيغلي بنديله عصره ليمون او اي منكه انت عايزاه، تقدري تحطي له قرنفل، تقدري تحطي له بشر برتقان، تقدري تحطي له ميه ورد، ميه زهر، المنكهات اللي انت عايزاها. وبعد كده بتسيبيه يغلي معاكي لحد ما يتقل او لمده 10 دقائق، او افضل حاجه لما تحس ان القوام بتاعه تقيل جدا. عندك عسل كلوكوز تقدري تحطي له، بيديله برده لمعه وبيتقل القوام معانا. ما عندكيش بيبقى زي الفل، بنسيبه يبرد، بيكون كده الشربات بتاعنا بقى جاهز. حطيناه في الصاج بتاعنا، ابتدينا نقطعه بالسكينه وهو في قلب الصاج كده عشان يبقى سهل عليكي، احسن من انت تكوني بره تبتدي تقطعيه وتحطيه في الصاج، يعني ممكن يبقى صعب شويه عليكي. وانت بتقطعيه في نفس الصاج كده قطعناه، وابتدينا نحط بقيه السمنه اللي موجوده معانا. وما تقلقيش من اي سمنه زياده، احنا بعد ما الجلاش بتاعنا بيستوي بنقدر ان احنا بمنتهى السهوله نصفيها. هنشوف مع بعض بنصفيها ازاي. دخلته على فرن مولعاه يعني ساخن قبل كده، حطيته على الرف اللي في النص، ما بياخدش معايا وقت، بيكون خد معايا اللون الذهبي. بشغل عليه الشوايه دقيقه او دقيقتين او لحد ما ياخد معايا اللون الذهبي الجميل اللي انتم شايفينه ده. وصفينا اي سمنه زياده موجوده فيه، وابتدينا ان احنا نسقيه بالشربات اللي انا قلت لكم عليه على طريقته، وهسيب لكم طبعا مقاديره في صندوق الوصف. اهم حاجه ان الشربات بتاعنا عشان نحافظ على قرمشه الجلاش بتاعنا لاخر واحده، ان يكون الشربات بتاعنا بارد ويكون تقيل، ما يكونش خفيف علشان ما يخليش الجلاش بتاعنا يطرى معانا بسرعه. يعني سر من اسرار ان احنا الحلويات الشرقي بتاعتنا تكون مقرمشه او الجلاش بتاعنا يكون مقرمش، ان الشربات او السيرب اللي احنا بنسقيه يكون تقيل، لانه لو بارد او خفيف بيكون يعني شبه الميه، هيخليه طري وهيعجن معانا. كده خلصت الوصفه بتاعتنا. تعالوا نقدمها مع بعض ونرصها في الطبق بقى. عايزه تقدري تزينيها بقى بشويه من جوز الهند، تقدري، هي مش محتاجه حاجه. الحشوه بتاعتنا حلوه جدا، طعم القرفه فيها مميز. وصفتنا النهارده كانت من الوصفات الحلوه السهله البسيطه اللي ما تاخدش معانا وقت، والحاجات الشرقيه الجميله جدا، الكنافه، الجلاش، الحاجات دي كلها حلوه ومحبوبه وكمان سهله وجميله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.